الحمد لله ان في وصفه بتخلينا ناكلوا الكوسه، ولو اكلناها كل يوم بالوصفه دي هنعملها كل يوم مش هنزهق منها، لان احنا ما بنحبهاش طبيخ ولا بحبها باي طريقه غير الطريقه دي. طب الاول تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هيا بينا نطبخ مع حنان. ده كيلو وربع كوسه، مش عارفه قد ايه بالظبط لان انا جبته على مرتين اتنين، حتى الشكل مختلف. قشرتها وكحتها بالمقوار كده، وقطعتها بالقطعه بتاعت المخلل بورب. طيب معلقتين اتنين زيت في صينيه كبيره عشان الكميه ما شاء الله كبيره، معلقه توم. شوح شوح، مجرد ما شوح انزل بقى بالكوسه مغسوله ومتصفيه وناشفه وزي الفل اهو. السمك بتاعها كده زي 2 سم تبقى عشان تتحمل معانا. طب نشوح بقى، نشوح. جميله وحلوه، وصفه حلوه قوي هتخليكم كل يوم عايزه تعملي تاكلوا كوسه حلوه وصحيه، ما احنا ما بنعرفش ناكلها الا كده. طب كمون وفلفل اسود وملح، كل حاجه ربع معلقه. شوح شوح، اهم حاجه بس اشوحها الاول بالثوم كده، بتديها بقى نكهه حلوه جدا جدا. الثوم مع معلقه الزيت بس، الدهون قليله جدا في الوصفه دي كمان. طيب يلا قلبنا. كوبايه ميه كبيره، كوبايه ميه مش عشان تستوي، لا انا محتاجه كوبايه الميه اللي هي هتنزل، وكمان اخد ميه الخضار الكوسه كمان. طيب يلا بينا. خلاص استوت كده، سبت فيها بس ايه يعني سيكه كده، ما استوتش قوي عشان ما تتهريش. معلقه سمنه صغننه خالص في طاسه على النار. ده 300 جرام لحمه مفرومه، ممكن تحط نص، ممكن تحط ربع، ممكن تحط اقل ممكن تحط فراخ. بصي في الوقت ده الحشوه دي ترجع لك. ده 300 جرام لحمه مفرومه، نزلت بيها ببصلتين اتنين حجم وسط مقطعهم كرهات صغنن اهو. هشمعهم الاتنين مع بعض، مش هشمع اللحمه الاول والبصل تاني، لا انا بحطهم الاتنين مع بعض. بيدي ميكس حلو، بيدي طعم احلى، بيدي طعم مسكر كده وحلو. حابه تشمعي انت اللحمه الاول لوحدها مفيش مشكله بالنسبه لي. 7 بهار فلفل اسود، هحط ملح دلوقتي. توابل نص 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 معلقه صغننه بتاعه الشاي. طيب واحده فلفل وواحده طماطم مقطعهم برده كرهات صغننه. اسيبهم بقى يستووا، احط لهم كوبايه ميه كده سخنه صغننه، الكوبايه اللي هي الصغننه دي بتاعت الشاي الصغير. طب عشان يستوي كله، انا عايزه الخضار بقى ده كله يستوي مع اللحمه والعصال خالص، بس هسيب برضو فيها ايه سيكه، مش هنشفها قوي، انا مش محتاجه الاكله دي تبقى ايه الوصفه دي تبقى ناشفه قوي. حطيت ربع معلقه ملح، وظبطي ملحك برضك على حسب الوصفه بقى وعلى حسب الكميه. طب يلا بينا. حله بقى على النار كمان، معلقه زبده زيت سمنه اللي تحبيه مفيش مشكله اهو. الزبده على الزيت كمان اهو. يلا عشان اعرف اشوح، هحط لها 3 معالق دقيق، 3 معالق بس. قلب قلب اشوحهم كده وهشم ريحه الدقيق تبقى طالعه كده، بيبقى ريحته حلوه اول ما بتشمع، بيبقى ريحته احلى كمان. ده لتر لبن، اوكي لتر لبن هنزل بيه، ممكن تقسميه. طب ايه كوبايه الميه اللي قلت لكم حطيتها في الكوسه، انا عايزه اخد طعم الكوسه فحطيتها، خدت بقى من الخضار وخدت ده منه، ورحت منزلاها تاني مع البشاميل بتاع الكوسه. صح كده. حطيت ملح بس، مش هحط توابل. ليه؟